السلام عليكم، اهلا ومرحبا ابناء طلاب الاول الثانوي. فيديو جديد بنكمل الحصه الاولى. خدنا او المحاضره الاولى كنا اخذنا الكلمات اللي بتنتهي بشان، كان السافكس او اللاحقه او النهايه اللي هي تي اي او ان. وهنشوف النهارده الطلبه بعد ما حفظوا جايين بيقولوا لي يا مستر احنا عايزين نسمع، هم اللي بيتحايلوا علينا يعني. فهنشوف اول طالب معانا باسم، هو بيسمع الكلمات ويقول لنا حفظها ازاي او بيسمعها ازاي. اتفضل اكتب يا باسم. بضغط على القلم علشان يكتب معانا. يعني بعد ما ضغطت عليها كده هتلاقيه بيقول لك دلوقتي اكتب بقى كده. الكلمة اللي كتبتها دي اسمها ايه؟ Congratulations. طيب نكتب كلمة تانية. كلمة connection. كلمة كمان. كلمة ايه؟ solution. يعني ايه solution؟ حل. طب حفظناها ازاي؟ ممكن نقولها ازاي؟ SOLUTION. excellent. SOLUTION. نقدر نكتب كمان. طب حفظنا كلمة civilization. طب قولها وانت بتكتبها كده. CIVILI CIVILI ZATION. civilization. يعني ايه يا شباب civilization؟ حضارة. بعد ما باسم ورانا وعرفنا بنسمع ازاي وقال لنا كلمه زي civilization CIVILI ZATION، بناخد النهارده نيو suffix او لاحقه جديده اللي هي مينت. قلنا زي ما وعدتكم كل حصه هناخد طريقه لحفظ الكلمات. مينت فور اكزامبل employment. كل الناس عارفه employ يعني يعمل، employment اللي هي العماله. يعني ممكن تيجي في الترجمه وعكسها unemployment اللي هي البطاله. تبذل الحكومه قصارى جهدها لايجاد فرص عمل للشباب والقضاء على مشكله البطاله. هنيجي نفكر في كلمه البطاله هنعرف ان هي unemployment. develop يعني يطور، هنضيف لها السفكس واد ment تبقى development اللي هو التطور. improve يحسن، improvement تحسين. invest يستثمر، investment اللي هو الاستثمار. govern يعني يحكم، government اللي هو الحكومة. طب ما انا ممكن اخد لاحقة govern لو خدتها كفعل وضفنا لها اي ار بقت governor. governor يعني ايه؟ governor اللي هو المحافظ او الحاكم. لو جينا ناخد كلمة زي ديفلوب عشان تعرف فن الترجمة وجمالها، شوف المعنى بيتغير ازاي. لما كلنا developed countries الدول النامية، الدول المتأخرة أو النامية. لا، اللي بالاي ان جي يا شباب هي هتبقى المتأخرة، اللي بالاي دي يعني شوف أنا وأنا بكلمك لما قلت developed يعني دول متقدمة. developing بالاي ان جي developing countries الدول النامية. ونفهم كلمة نامية بمعنى متأخرة اقتصاديا developing countries. يبقى احنا خدنا من فعل develop يعني يتقدم، development اللي هو التقدم، developed countries الدول المتقدمة، developing countries الدول النامية. Best regards, good luck. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.